بناتي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. الفيديو النهارده هنتكلم ازاي نحافظ على منتجاتنا، منتجات العنايه بالبشره، السكين كير بتاعتنا، ازاي نحافظ عليها من الحر والصيف اللي احنا داخلين عليه ده. طبعا كلنا عندنا منتجات خاصه بالعنايه بالبشره، سواء سيرومز او كريم او شيت ماسك او كده. ازاي نحافظ على المنتجات دي من الحراره؟ واللي ما يعرفش يا بنات، عايزه اقول لكم ان المنتجات السكين كير بالذات، الحاجات اللي خاصه بالبشره، بتبوظ من الحراره، وكمان الفعاليه بتاعتها ممكن تقل جدا. وطبعا اي منتج خاص بالسكين كير بيكون فيه مواد فعاله. المواد الفعاله دي لو اتخزنت غلط، يعني مثلا لو حطيناها في اماكن حر قوي او اماكن فيها رطوبه، ممكن فعلا فعاليتها تقل او تبوظ، خصوصا ان احنا داخلين كمان على اصعب شهور في السنه. الشهور اللي جايه دي الجو فيها بيكون حر جدا، فممكن منتجاتنا تتلف. ومش شرط ان هي تتلف يعني تبوظ، لا، هي ممكن فعاليتها تقل، وممكن كمان تاثيرها يكون اقل على بشرتنا. قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو انتوا جداد معايا في القناه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه. ويلا بينا على الفيديو. طيب قبل اي حاجه يا بنات، خلونا نرحب النهارده بضيف جديد معانا في الفيديو، وهو تلاجة السكين كير بتاعتي. انا جايبه التلاجة النهارده عشان اقول لكم الفكره نفسها، او عشان اوضح لكم فكره ازاي نحافظ على منتجاتنا من الحراره ومن الرطوبه، وازاي نحفظها ونحفظ تاثيرها او فعاليتها على بشرتنا. لان زي ما قلت لكم ان المنتجات مع الحراره ومع الرطوبه او طريقه تخزينها الغلط ممكن تاثر بالسلب على بشرتنا او فعاليتها تقل. فانا يا بنات جايبه التلاجة النهارده معايا عشان اقول لكم مثال عملي ازاي نحط منتجاتنا، او ايه اللي ممكن يتحط في التلاجة عشان نحافظ عليه. طبعا زي ما قلت لكم مش شرط نروح نشتري التلاجة بتاعت السكين كير، لان اولا ممكن تكون اسعارها دلوقتي بقت غاليه جدا، ثانيا ممكن تكون مش متوفره. فزي ما قلت لكم ممكن نحط المنتجات بتاعتنا في التلاجة عادي. انا كنت بعمل كده فتره من فترات. قبل ما اجيب التلاجة كنت مخصصه مكان في التلاجة بتاعتي بتاعت البيت عادي، ومخصصه مكان مخصوص ليه، عامله زي كده يعني منظم كده، وحاطه فيه المنتجات بتاعتي كلها اللي انا خايفه عليها او اللي انا عايزه احافظ عليها من الحراره. يا بنات دلوقتي انا عايزه اوريكم التلاجة قبل ما نشوف ايه اللي ممكن نحطه في التلاجة. التلاجة بتاعتي اهي، هي مربعه كده وبتتفتح من هنا كده. ده شكلها من جوه يا بنات. المفروض يا بنات ان هي مش كبيره بصراحه، يعني الحق يقال ان هي مش كبيره، بس زي ما بقول لكم اللي هو هي تلاجة السكين كير هتكون كده. هي كان في هنا من جوه كده رف، بس انا شلته لان الحاجات اللي عندي كانت طويله، فانا قلت لا اشيلها عشان توسع لي مكان اكتر. فده شكلها كده من جوه، وده شكلها كمان من الجنب يا بنات. فيها فتحات كده تقريبا للتهويه، وبرده نفس الكلام من ورا فيها فتحات برده، والفتحات دي وفيها هنا زرار كولد، يعني لو انت عايزه تحملي درجه الحراره كولد. وفي كمان هوت، مش عارفه بصراحه هوت دي ليه، بس المهم يعني ايه. طبعا لما بحطها بالكهرباء اللمبه دي بتنور احمر، والفيشه بتتحط من هنا، جاي معاها واصله كده بفيشه تحطيها في الكهرباء وتشتغل على طول. ومن هنا كده لو انت عايزه تشيليها فيها ايد من هنا كده عشان تبقى سهله الشيل. فزي ما قلت لكم يا بنات التلاجة دي انا بفتحها او بشغلها في الصيف بس، في الشتاء بصراحه بقفلها لان ما بكونش محتاجاها، لان درجه الحراره في الشتاء ما بتكون كويسه وبتكون ساقعه، فهتكون مناسبه جدا للمنتجات بتاعه السكين كير. انما في الصيف لا، بضطر ان انا اشغل التلاجة واسيبها شغاله طول الوقت. طبعا انتوا عارفين ان احنا كبنات بنصرف كل فلوسنا على منتجات السكين كير وكده، وبنجيب حاجات اسعارها بتكون غاليه، فبنضطر ان احنا عايزين بقى نحافظ عليها. فعشان كده انا كنت جايبه التلاجة، وخصوصا كمان ان انا شغلي كيوتيوبر بيحتم عليا ان انا اجرب منتجات كتير واشتري منتجات كتير عشان اطلع اقول لكم رايي فيها. اول حاجه يا بنات هكلمكم عنها، وانا بفضل جدا ان انا احطها في التلاجة عشان احافظ على درجه حرارتها، وهي السيرمال ووتر. فانا كنت بقول لكم دايما ان السيرمال ووتر احنا بنستخدمها عشان نهدي البشره من اي احمرار، خصوصا في الصيف، يعني دي اساسيه لكل بنت في الصيف. لو انت مش بتستخدميها في الشتاء ممكن تمام، ممكن نعديها، انما في الصيف السيرمال ووتر عامه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان السيرمال ووتر فيها مواد، اولا معادن وفيتامينات مفيده جدا للبشره،
زائد كمان ان هي بتهدي البشره من اي اريتيشن او اي احمرار، وبتنفع جدا لو احنا مثلا مقضيين طول اليوم بره في الشمس او في الحر او كده او في المصايف، فبتنفع جدا ان انت ترشيها، فبتهدي البشره من اي احمرار. فبقى يا حبذا بقى لو السيرمال ووتر بتاعتي او ميه الورد، خلي بالكم انا بتكلم عن السيرمال ووتر او ميه الورد. فانت تخيلي كده لو حطيتي السيرمال ووتر بتاعتك او ميه الورد اللي احنا بنحطها على بشرتنا عشان تهدلنا البشره، عايزه اقول لكم لو انت حطيتيها في التلاجة، وتخيلي لو انت بقى مطلعاها ساقعه كده وبتحطيها على بشرتك بقى وانت لسه جايه من بره في الحر، او انت مثلا واخداها معاكي مثلا في الشنطه، او انت رايحه مثلا مصيف او كده، او عامله ليزر او عامله شيفنج، تخيلي لما تحطي بقى حاجه زي كده سيرمال ووتر. طبعا النهارده مش هتكلم على منتجات او على انواع، انا بتكلم على الفكره نفسها. فتخيلي لو انت مطلعه السيرمال ووتر او ميه الورد من التلاجة وبتحطيها على بشرتك وهي ساقعه، فعايزه اقول لك منتهى الجمال ومنتهى الانتعاش. استنوا في اخر الفيديو معايا يا بنات عشان انا هرصص التلاجة معاكم عملي في الفيديو. حاجه تانية يا بنات انا شايفه ان هي مهم جدا تكون محطوطه في التلاجة خصوصا في الصيف زي ما قلت لكم، هي الماسكات بتاعه الاندر اي وبتاعه اللبس الشفايف. انا شايفه ان الماسكات دي انا كنت جايباهم من نون، هما عبارة عن شكل شفايف كده، وبتيجي معاها معلقة صغيرة كده عشان تشيلي الماسكات دي وبتحطيها على شفايفك مثلا 10 دقايق او ربع ساعة. هي جيلاتينية كده وبيكون فيها سيروم. فتخيلي بقى ان انت مطلعاها من التلاجة وحطاها على بشرتك، عايزه اقولك ان فعاليتها هتبقى الدبل، وهتحسي بتأثير كده انتعاش وريلاكسيشن جميل جدا. فالماسكات دي انا شايفه ان هي مفيده جدا للمنطقه بتاعه الشفايف وحوالين الشفايف، وكمان خصوصا لو انت حطيتيها في التلاجة. كمان الماسكات بتاعه الاندر اي دي برضو انا كنت جايباها من دكتور راشل، دي بالكولاجين يا بنات، فبرضو نفس الفكره. برضو تخيلي برضو لو انت مطلعاها من التلاجة وحطاها تحت عينيكي، برضو بتيجي عامله كده وتحطيها برضو يا بنات تحت العيون. فتخيلي برضو معايا نفس الفكره ان انت مثلا جايه من بره وحطيتي السيرمال ووتر الساقعه وحطيتي الماسكات دي على شفايفك وعلى تحت عينيكي، تخيلي الاحساس هيكون عامل ازاي. وكمان اضمنك ان الفعاليه بتاعتهم وتاثيرهم على البشره هيكون الدبل. ففكره ان انا احط يا بنات المنتجات في تلاجة واحتفظ بيها واحتفظ بفعاليتها وتاثيرها، دي حاجه مش يعني انا شايفاها مش رفاهيه، انا شايفاها حاجه مهمه خصوصا في الفتره اللي جايه بتاعه الصيف. كمان يا بنات جل الصبار انا شايفه ان هو مهم جدا يتحط في التلاجة لما بيسقع ودرجه حرارته بتوصل لدرجه معينه. لو حطيتيه على بشرتك سواء بتعملي ماسك او مثلا بتحطيه كنوع من انواع ان انت بتهدي بشرتك من اي احمرار، او حطيتيه بعد شيفنج او ليزر وبرده حطيتيه ساقع، برده نفس الكلام هيعمل لك ريلاكسيشن وفعاليته برده هتزيد. فجل الصبار برده مهم جدا ان انا احطه في التلاجة عشان احافظ على رطوبته واحافظ على فعاليته. حاجه كمان يا بنات بحب احطها في التلاجة وهي الشيت ماسك بتاعتي، وكمان دي نفس الفكره بتاعت الماسك بتاع الاندر اي، ده كان من جرنيه، ده عندي برده من قبل المقاطعه، برده نفس الفكره بحب احطه في التلاجة مثلا 10 دقايق. قبل ما كان بيبقى عندي تلاجة كنت دايما احط المنتج بتاعي في التلاجة قبل ما استخدمه 10 دقايق عشان يسقع شويه وبعد كده اطلعه واحطه على بشرتي. فدلوقتي بما ان انا عندي تلاجة فصراحه يعني طول الصيف انا مش بفصلها، بحط فيها المنتجات بتاعتي وقت ما احب استخدمها اطلعها استخدمها على طول. والفكره يا بنات في التلاجة بتاعت السكين كير دي ان درجه الحراره بتاعتها ما بتبقاش ساقعه قوي، مهما كان المنتج طالع ساقع من التلاجة بيبقى سقعيته او برودته مناسبه جدا لبشرتي، ما بحسش ان المنتج ساقع قوي لدرجه ان هو يضايقني. لا، هي التلاجة عامه درجه حرارتها بتوصل لدرجه حراره معينه ساقعه شويه بس مناسبه برضو للبشره. فزي ما قلت لكم بحب احط الشيت ماسكات جدا جدا يا بنات. احسن احساس في الدنيا انك تطلعي الشيت ماسك من التلاجة وتحطيه على بشرتك، خصوصا لو انتي في الصيف او لسه عامله شيفنج للبشره او لسه جايه من بره، جايه من مشوار، جايه من شغل وعايزه تحطي ترطبي بشرتك وفي نفس الوقت عايزه تشيلي السخونيه من البشره. فالشيت ماسك مهم جدا يتحط في التلاجة، ودايما اقول لكم قبل الاستخدام حطوه مثلا ربع ساعه في التلاجة عشان يطلع ساقع ويبقى حلو كده ويهدلكوا اي سخونه طالعه من البشره. خصوصا يا بنات لو الشيت ماسك ده انت فتحتيه قبل كده، يعني مثلا الشيت ماسك ده بتاع ايفا هو بيجي معاه 3 شيت ماسك،
طبعا مش بستخدمهم كلهم مره واحده، بفتحه باخد واحد واستخدمه وبرجع اقفله تاني واحتفظ بيه في التلاجة عشان هو اوريدي اتفتح ودخلته هوا. فعشان اضمن ان انا احافظاه وان هو مش يبوظ فبحطه في التلاجة عشان يحفظ وجوده. نفس الفكرة يا بنات برضو في السيرمز، بحب احط السيرمز بتاعتي برضو في التلاجة عشان احافظ على فاعليتها واعلي او اقلل بقى درجة حرارتها بحيث ان هي تكون ساقعة شوية، فلما بحطها على بشرتي بحس باحساس حلو قوي. وزي ما قلت لكم السيرمز عامة او اي منتج لما بيتحط في التلاجة انت بتحفظيه من ان هو يخرب او ان هو يبوظ او ان هو درجة الحرارة تأثر عليه وتأثر على فعاليته. فدايما احط اللي هما سيرمز بتوع الهيالورونيك اسيد او النياسيناميد، دايما احطهم في التلاجة عشان برضو اخد يعني اكتر فعالية او تأثير منه. نفس الفكرة برضو يا بنات بحب احط برضو كريم العين ايا كان نوع، بحب برضو احطه في التلاجة عشان برضو لما اجي احطه احس كده باحساس حلو برضو على المنطقة. وكمان يا بنات بحط الناس اللي عينيهم بتجف سواء في الصيف او في الشتاء، دايما بحب احط القطرة بتاعتي في التلاجة عشان احافظ عليها، لان طبعا هي مهما كان هي بتكون طبية. وكمان لما احطها وهي ساقعه كده في العين، لو في جفاف في العين او سخونه او احمرار بحس ان هي بتهدي جدا العين. نفس الفكرة برضو يا بنات في الكريمز بتاعة البشرة، برضو بحب احتفظ بيها برضو في التلاجة. هو الموضوع يا بنات مش موضوع ان انا بحط حاجة ساقعة على بشرتي وابقى مبسوطة، لا، الفكرة ان المنتج نفسه لو اتحط في درجة حرارة عالية يعني سخونة عالية ورجع مثلا فتحتي التكييف عليه شوية وسقعتيه وبعد كده قفلتي التكييف مثلا ويبقى ساخن تاني، درجة الحرارة المتغيرة دي على المنتج نفسه ممكن تخلي المنتج فعلا يبوظ او تخلي فعاليته تقل جدا وتأثيرها يقل جدا على بشرتك. فالفكرة ان انا مش ان انا بحط حاجة ساقعة على بشرتي وبقول يا سلام حاجة حلوة وان هي فكرة رفاهية، لا، الفكرة ان انا بحافظ على المنتج نفسه، زائد ان انا لما بحطه في التلاجة بتزيد فعاليته الدبل او بحافظ عليه فترة كبيرة، فاهمين؟ ممكن يقعد معاكي شهور وانتي محافظة عليه في التلاجة. في زي ما قلت لكم برضه يا بنات بحب احط برضه الديودرنت بتاع السنسيتيف اريا برضه في نفس الكلام في التلاجة برضه عشان برضه بيدي احساس حلو قوي. الفكرة يا بنات ان زي ما قلت لكم المنتج نفسه لما بحطه في التلاجة ده بيطول من عمر المنتج وبيحافظ عليه وبيزود الفعالية بتاعته. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهاردة، دلوقتي هرتب معاكم التلاجة. عايزة اقول لكم يا بنات ان انا من ساعة ما اتكلمت عن المقاطعة فانا حاسه ان القناه عندي وقعت جدا ومشاهدتها وقعت جدا وقلت جدا، فعايزين نعلي الفيديو ده مع بعض. عايزه الاقي دعم كتير على الفيديو ولايكات كتير وكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد على خير ومع السلامه.